بالمناسبه عادي تستبدل الرمل في الشوايه بفرشه ورق فويل، بالنسبه لي شايفها افيد بكتير من اني افرش رمل ومعرفش الم الفحم من تاني بعد الاستخدام. عشان كده حبيت انقل لكم تجربه ورق الفويل بدل الرمل في الشوي. وبما اني شخص بحب احافظ على حاجتي، فبعد ما نضفت الشوايه كويس جبت ورق فويل وخدت مقياس بيت الفحم وابتديت اعمل طبقات من ورق الفويل بحيث انها ما تكونش خفيفه وتتحمل النار وتبقى طبقه عازله قدر المستطاع بين الفحم والحديد. وده لان مع الوقت لا قدر الله ممكن تلاقوا الطبقه اللي شايله الفحم مع النار والوقت تتاكل وتدوب، عشان كده بيحطوا رمل يكون عازل بين الفحم والحديد. لكن عيب الرمل ما بتعرفش تنضفه من الفحم، خصوصا لو شوايه بيت مش بنستخدمه كتير، ولما بيستخدم جوه البيت. ولقيت ان انسب حاجه ممكن يكون بديل عن الرمل هو اني استخدم ورق الفويل. اولا بيزيد من حراره الشوايه، وبتحس بده لو عندك شوايه بباب وبتقفل الباب على الاكل عشان تستوي من فوق ومن تحت، بتلاقي ان الفوق بيكون مظبوط اكتر بسبب زياده الحراره اللي صادره من ورق الفويل. تاني اهم ميزه واللي عشانها عملت التجربه هو انه بيسهل عليك انك تلم رماد الفحم بشكل اسهل. اكتشفت كمان ان نوع الفحم بيفرق في الشوي، وبرغم اني ما لقيتهاش لكن اتعلمت من خلال الناس الكبيره والخبيره في الشوي ان انسب فحم للشوي لو لقيته هو فحم البرتقال او البرتقان بالمصري، لكن بيحصل عليه خلاف كتير في نصب من بعض التجار، فبقيت بجيب فحم مخصص للشوي من الشركات، صحيح اغلى من المحلات لكن مش كل يوم بنشوي، واكيد لو طلعت شوي بره مع العيله هتعمل حسابك في فحم اكتر بكتير ومن تاجر مش من شركه، مع انه في بعض الشركات بيكون كويس واحسن. كمان اسهل طريقه تولع بيها الفحم مش انك تاخد الفحم على البوتاجاز وتبهدل الدنيا، مع انها طريقه منجزه نوعا ما، لكن لو حسبت الوقت هتلاقيها هي اسهل طريقه ورق مناديل وتغرقها بزيت اكل سواء مستخدم او نضيف مش هتفرق، وترش حبه زيت على الفحم لكن ما تغرقهاش، يا دوب كام نقطه في محيط المكان اللي هتنزل فيه بالمنديل، وتحط المنديل وسط الفحم بعد ما ترص الفحم حسب احتياجك وترتيبك، وتولع المنديل وترص الفحم عليه، ما تقلقش النار هتفضل والعه بيه، وبعدها تبدا ترصص الفحم. ونصيحه ما تشتغلش على الشوايه غير لما الفحم يبقى جمر، والجمر هنا يعني الفحم ولع وعمل طبقه خارجيه لونها رمادي، كده اشاره ان الفحم جاهز للشوي. وممكن تستغل الوقت اللي الفحم فيه بيتحول لجمر في انك تحضر مشاريب العيله سواء كان شاي او قهوه مغليه، لحد اما المحميتين اللي حلتنا يبقوا جمر، وبعدها رصص اللي تحبه. وخليك فاكر اللحوم نار هاديه والفراخ نار عاليه في البدايه عشان الصدمه تقفل اماكن الزفر، وبعدها نار هاديه عشان تستوي من جواها قبل ما تتحرق من براها. ولما بننزل بالفراخ بننزل بمكان العظم الاول مش اللحم. واهم عناصر ان الاكل يكون نضيف معاك اول باول هو نظافه شوايتك، وهتلاحظوا قد ايه فرق معانا ورق الفويل في انه ساعد ان الم رماد الفحم بنسبه 99% بمنتهى السهوله، اما ال1% المتبقيين يتكنس ويتلمع بالفوط. نظافتك عنوان حياتك وملهاش دعوه بامكانياتك، لو حصيره ومخده عليها بايدك تعملها قعده ملوك، وبايدك تخلي الناس اول ما تدخل برضه ما يقعدوش. وياما امكانيات مع ناس وبنشوف اهمالهم في نفسهم ومحيطهم، وياما ناس برغم ضعف امكانياتهم لكن بسبب رضاهم ونظافتهم بنحب نكون معاهم دايما قاعدين. ربنا يوسع رزق الجميع، وكل سنه وانتم طيبين.